النهاردة هنتكلم عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. القرآن اللي نزل على قلبه صلى الله عليه وسلم. سألت نفسك قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن ازاي؟ وايه اللي كان بيحصل له وهو بيسمع آيات ربنا سبحانه وتعالى؟ تعالوا نراجع مع بعض هدى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن عشان نعرف ازاي نحول علاقتنا بالمصحف في رمضان مش مجرد ختمات سريعة بل لفهم وتدبر لآيات القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه في القرآن واضح جدا ومفصل. السيدة حفصة رضي الله عنها بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. عارف يعني إيه؟ يعني ما كانش بيقرأ بسرعة عشان يخلص، لا، كان بيقرأ بتأني وبصوت جميل يخلي الآيات تدخل قلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد صوته بالقرآن مدا ويقف عند رأس كل آية عشان يدي فرصة لقلبه وعقله يتشربوا المعنى ويتدبروا جيدا لآيات القرآن الكريم. أما الخشوع فده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم الدايم مع القرآن الكريم. في مرة النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا عبد الله ابن مسعود إنه يقرأ عليه القرآن، فابن مسعود استغرب وقال له: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ولما وصل ابن مسعود لآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حسبك الآن. فنظر ابن مسعود للنبي لقى عينيه بالسن من الدموع. النبي كان بيعيش الآية كأنها مشهد قدام عينيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعدي آية كده وخلاص، كان لو مر بآية فيها تسبيح سبح الله، ولو مر بآية فيها سؤال سأل الله من فضله، ولو مر بآية فيها تعوذ استعاذ بالله. يعني كان في حوار بينه وبين الآيات في القرآن الكريم، بيتفاعل مع الوعد بالجنة ويخاف من الوعيد بالنار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب كثيرا أن يقرأ القرآن الكريم في صلاة قيام الليل ويطول في التدبر لدرجة أنه ممكن يفضل يردد آية واحدة طول الليل ويبكي لحد الصبح. وفي رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليه حالة خاصة مع القرآن الكريم. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيقول: وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يعني مراجعة وتدبر وفهم لكتاب الله عز وجل. القرآن كان هو اللي بيحرك جود وكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو النور اللي بيمشي بيه بين الناس. وفي الحلقة دي اتعلمنا ان قراءة قدوتنا للقرآن كانت ترتيله بتأني، مش جري ورا عدد الصفحات، المهم الكلمة تستقر في القلوب. تفاعله مع الآيات تسبيح ودعاء واستعاذة مع كل معنى بيمر عليه، خشوعه ودموعه. القرآن كان بيحرك مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة البكاء من خشية الله. مدارسة القرآن وفهمه، وخصوصا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان مع سيدنا جبريل. عايزك النهاردة وانت فاتح مصحفك بلاش يكون همك انك تخلص الجزء وخلاص كده، حاول تقف عند كل آية وكررها وفهمها وحس ان ربنا بيكلمك انت بيها. جرب تدبر القرآن حبا في النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به. كان معكم أحمد رفعت، أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله تعالى، وما تنسوش تصلوا على النبي.